السلام عليكم، كيفكن اليوم؟ طمنوني عنكم. أنا إيمان من الشام اللي عم يحضرني أول مرة. اشتركوا بالقناة ولا تنسوا تفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي بالتعليقات من وين عم تتابعوني. وهيك كان فطورنا لليوم، الحمد لله، الله يديمها نعمة ولا يحرمنا منها. وطبعا الفطور السوري ما بيكمل بدون مسلسل سوري، وهي جزء من عاداتنا وتقاليدنا إننا نحضر مسلسل ونحن عم ناكل. ما بعرف شو السر، بس ما بحسن آكل إذا ما كان شغال مسلسل. وبس هيك والله، بعد ما خلصنا فطورنا قمت عملت لمة سريعة للبيت وتنظيفة بسيطة للمطبخ قبل ما أبلش بطبختي اليوم، لأنه المطبخ لازم يكون نظيف ومرتب كرمال الطبخة تطلع مرتبة وراكزة. اليوم طبختي سريعة وبسيطة، يلي هي ست زبقي. هي أكلة شامية من التراث ومن العادات والتقاليد تبع الشوام. مين منكم بيعرفها ومين أول مرة بيحضرها؟ هي أكلة كتير بسيطة وما بدها مكونات كتير، وفي ناس بتعملها بلحمة، بس غالبا الأغلبية بيعملوها بلا لحمة لأنه هي أكلة كتير خفيفة. من مكوناتها العدس. أنا هون غسلت العدس وسلقته، حطيته بمي عادية يعني مو عم تغلي، مشان يغلي هو وياها سوا، وضفت له بصلة متوسط الحجم يعني تقريبا، هي كرمال هيك تعطي طيابة للطبخة. تركته يغلي تقريبا شغلة نص ساعة. وفي ناس بتنزل المعكرونة فورا على العدس بدون سلق، بس أنا بصراحة ما بفضل هاي الطريقة، لأنه كل نشويات المعكرونة بتنحل بمرقة العدس وبنفس الطبخة، ونحن بنضطر ناكل كميات كبيرة من النشا، فأنا بفضل إني أسلقها على جنب قبل ما أنزلها على العدس، هيك بتكون أخف ورخفة أكتر. وبطنجرة على جنب غليت مي وحطيت لها ملح وشوية زيت نباتي كرمال أسلق المعكرونة. المعكرونة نوعها اختياري، يلي متوفر عندكن أو النوع يلي انتو بتحبوه. وهلأ بنزل بالمعكرونة على المي المغلية وبتركها تغلي لمدة 10 دقايق. بدي اياها تستوي 3/4 الاستواء، ما بدي استواها يكون تمام يعني، كرمال ما تفرط لما تستوي الأكلة عندي كاملة. عرفتوا كيف؟ شوفوا هون عندي المعكرونة صارت تقريبا 3/4 الاستواء، بصفيها وبنزلها فورا على العدس يلي استوى. وقبل ما انزل المعكرونة على العدس لازم زبط مرقة العدس، يعني لازم زبط ملحها بهاراتها فلفل اسود. هلا انا بصراحة ما بفضل اني اضيف لها كتير بهارات، وفي ناس ما بتضيف لها بهارات بالمرة، بس يعني كمان مو طيبة بالبهارات بالمرة، بتطلع مثل كأنها مسلوقة سلق. انا هون ضفت لها معلقة كبيرة ملح وتقريبا معلقة صغيرة بهار مشكل يلي هو 7 بهارات، بيفرق كتير بالطعمة وبيعطيها زكاوة. جربوها وخبروني بالتعليقات كيف راح تكون الطعمة. هون نزلت المعكرونة على العدس وقلبتهم تقليبتين 3، بس هيك كرمال المعكرونة تشرب من مرقة العدس والبهار والملح. وبمقلاية على جنب بضيف معلقة سمنة بلدي وبضيف عليها معلقة أو معلقتين دهنة. هلا أنا بصراحة بالعادة بحط لها دهنة ناعمة، بس اليوم ما كان متواجد عندي غير دهنة قطعة واحدة، لهيك أنا قطعتها قدر الإمكان قطعة صغيرة كرمال تنسلق. وبنوس النار وبخليها تسلي شوي على جنب لبينما تدوب حبات الدهنة. بكون على جنب أنا قطعت تقريبا يعني كوب أو كوبين من الكزبرة الخضرة، ومعلقة كبيرة توم مدقوق ناعم. ما بصير التوم يكون مقطع، لازم يكون مهروس كرمال يعطي كل الطعمة يلي بقلبه. وبقلبه مع السمنة والدهنة تقليبة تقليبتين مو أكتر، ما بدي إياه لا يشقر ولا حتى يصير لونه ذهبي، أنا بس إياه هيك مثل ما هو تضل طعمته ني. أنا بس بدي أخذ الريحة تبعه يلي بتطلع من التقلاية، الريحة بتشهي. وهلا بعد ما يتقلب تقليبة تقليبتين بنزل عليهم فورا بالكزبرة الخضرة، وكمان الكزبرة الخضرة نفس الشي، ما بدي إياها تدبل ويتغير لونها، بدي إياها يضل لونها هيك أخضر كرمال يضل لونها بالأكلة كمان أخضر. تقليبة تقليبتين وبس مو أكتر، وفورا بنزل فيهم على الطبخة. وفي ناس بتضيف الثوم والكزبرة فورا على الطبخة يعني من دون ما تقليهم هي التقلاية على جنب، بس صدقا بيفرقوا بالطعمة وبيعطوها زكاوة أكتر بكتير من إنه لو منزلينهم فورا على المرقة. هي التقلاية بتعطيهم كيف بدي لكم يعني طعمة غير شكل. وهلا بقلبهم تقليبة تقليبتين، كمان ما بدي خليهم يغمق لونهم على النار، يعني الكزبرة أول ما بتاخد لون وحماوة فورا بتصير لونها سودا، فأنا بدي أقلبها تقليبة تقليبتين وأطفي عليها. هلا في ناس بتضيف لها دبس رمان، في ناس بتضيف لها حمض الليمون أو ليمون بقلب الطبخة يعني، بس أنا ما بفضل إني أضيف لها شي. أولا كرمال يعني الليمون بينضاف اختياري، ثانيا كرمال ما يغمق لونها إذا بدي أضيف لها دبس رمان. وبس هيك والله، لهون بتكون صارت وصفتي جاهزة. إذا حبيتوها وحبيتوا الروتين البسيط اليوم اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، ولا تنسوني من صالح دعائكم. سلام.